تخيل ان ابنك اللي كنت شايفه هادي وطيب فجأة بقى عصبي وعنيد ومش طايق يسمع كلامك. تخيل انه ممكن يبعد عنك وهو محتاجك اكتر من اي وقت تاني، بس هو مش عارف يوصل لك ازاي او يوصل لك كأب ازاي. الحقيقة الصادمة يا جماعة ان ابنك مش بيتغير للأسوأ، هو ببساطة داخل اخطر مرحلة في حياته، وهي مرحلة المراهقة. ولو ما فهمتوش في المرحلة دي صح كأب أو أم، ممكن تخسروا أولادكم وهم لسه عايشين معاكم في نفس البيت. أنا سيد سليم، ولو دي أول مرة تشوفني فيها يا ريت تدعمني بلايك واشتراك علشان يوصل المحتوى ده لكل أب أو أم محتاجينه فعلا. يلا نبدأ. أول حاجة، إيه اللي بيحصل للمراهق بالظبط؟ المراهق يا جماعة مش بيتمرد لمجرد التمرد، هو حرفيا مخه لسه بيتكون، بيفكر بعاطفته أكتر من عقله، حاسس إنه كبير بس خبرته قليلة جدا، عايز استقلال بس محتاج دعم منك كأب أو أم، وبيخاف جدا من الرفض سواء من الأب أو الأم. تاني حاجة، ليه المرحلة دي خطيرة جدا ومن أخطر المراحل اللي بتقابل أولادنا في حياتهم؟ لأنها يا جماعة ببساطة بتحدد هو هيبقى مين، شخصيته هتكون إيه وإزاي نظرته لنفسه وللحياة هتتكون عنده. أي جرح يا جماعة نفسي هنا في الوقت ده وفي المرحلة دي ممكن يفضل معاه سنين مكمل. الحاجة التالتة وأخطر الحاجات اللي ممكن يقع فيها أولادنا سواء بنت أو ولد، أول حاجة الإدمان، سواء كان الإدمان ده موبايل أو ألعاب أو عادات سيئة. تاني حاجة الصحبة السيئة، ودي لوحدها كارثة كفيلة إنها تدمر أولادنا. تالت حاجة فقدان الهوية. رابع حاجة علاقات مؤذية لأولادنا. الحاجة الرابعة يا جماعة ودي خطيرة جدا لأن معظم أولياء الأمور ما بتاخدش بالها منها، علامات الاستغاثة. خلي بالك كويس جدا، دي مش دلع، دي مش دلع من ابنك أو بنتك. أول حاجة هتلاقي ابنك أو بنتك فيهم عندهم انعزال مفاجئ. تاني حاجة عصبية مستمرة. تالت حاجة تغيير صحبة، هتلاقيه بيغير صحبته كلها. رابع حاجة كره الدراسة، مش عايز يروح دراسة خالص. خامس حاجة أرق أو نوم زيادة. سادس حاجة يا جماعة كلام عن اليأس أو الموت، هتلاقيه دايما بيتكلم كده. خامس حاجة يا جماعة ودي أخطر حاجة بتقابل الأهل، أخطاء الأهل بيقعوا فيها، الزعيق والضرب والتهديد والتحكم الزائد والتجسس عليهم، والحاجات دي كلها كارثة، ونتيجتها إن ابنك بيكذب عليك وهتلاقيه بيبعد عنك أكتر وأكتر. والحل الحقيقي يا كل أب أو أم، لازم نسمع أولادنا، دي أول حاجة لازم نعملها معاهم، نسمعهم كويس جدا، مش كل مرة نصحح لهم، اسمعوا له الأول. تاني حاجة لازم تحتويه، الاحتواء يا جماعة، خليه يحس إنك أمان مش تهديد ليه. تالت حاجة حط قواعد ثابتة، يعني ما ينفعش تخليه ماشي عشوائي، لازم نحط قواعد ثابتة بس بهدوء واتفاق مع أولادنا، مش أوامر مننا عليهم. رابع حاجة راقب أبنائك بذكاء من غير ما تحسسه إنك بتتجسس عليه. خامس حاجة كن قدوة، هو بيشوفك أكتر ما بيسمعك. في الآخر يا جماعة اللي عايز أوصله لك كأب أو أم، ابنك مش وحش ومش فاشل، بس هو تايه، لأنه في مرحلة من عمره من أخطر المراحل اللي بيمر بيها أي إنسان، ومحتاجك تمسك بإيده وتوجهه للطريق الصح. لو حس إنك فاهمه هيتكلم، ولو حس إنك ضده هيسكت مش هيتكلم ويبعد عنك. اختار تكون إيه في حياته. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشارك الفيديو، وما تنساش الاشتراك علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي.